إنتاج كثيف من البطيخ الأحمر بجودة عالية أصبحت تقدمه مزارع كبرى في منطقة زاغورة بعد جهد نموذجي حاول الاستفادة من خصوبة التربة ومن التقنيات الحديثة للري حتى في ظل مناخ صحراوي ومنطقة جد جافة. عمجيد حلاوي وعلي النيوة. عند الدلاع. نعم. الدلاع عند الفيلا إن شاء الله. هذه إن شاء الله تشوف. والدلاع مليح والحلاوة. الله يسخر المالي ان شاء الله واجب تسير. البطيخ الاحمر او الدلاح باقليم زاغورة امتدت شهرته الى باقي مناطق المملكة وايضا الى الخارج خاصة تركيا وانجلترا. ونحن نعيش موسم الجني، العشرات من الشاحنات تخرج محملة بالدلاح في اتجاهات مختلفة. الهكتار الواحد بالاقليم ينتج ازيد من 50 طنا. وراه الدلتا هي احسن نوع، فيها الطابع وفيها الماكله وحلوه وحمراء وفيها الكاليتي، فيها حتى الطوناج، فيها حتى الوزن. كاينه الدلاحه اللي كتوزن 20 كيلو والصغيره فيها 7 كيلو 6 كيلو، داكشي على حسب الطياب. هادشي اللي عطا الله. بإقليم زاغورة الأمطار قليلة، لكن تقنية السقي بالتنقيط تساهم في اقتصاد الماء بنسبة 70%، وهي تقنية تجد دعما خاصا من قبل الدولة. بالنسبه للفلاحات الصغار يعني نسبه الاعانه راه كتوصل حتى ل 100% في حدود واحد السقف ديال 45,000 درهم للهكتار. بالنسبه للفلاحه المتوسطين والكبار نسبه الاعانه هي 80% في حدود واحد السقف ديال 36,000 درهم للهكتار. خلال العام الماضي دعمت الدولة 600 هكتار بإقليم زاغورة بمبلغ يفوق 20 مليون درهم. منطقة الفيجة ومنطقة تزارين هما من حظي بالدعم الأكبر. تقرير الختام.